كده يا صديقي وصلنا للجد في الموسم، فخلاص نزلت مجموعات الكونفدرالية ومجموعات دوري أبطال أفريقيا. الزمالك خد مجموعة إلى حد ما قد تكاد تكون مجموعة الموت، مجموعة رخمة على الزمالك ومجموعة كالحة جدا، مش ألطف حاجة كان ممكن الزمالك ياخدها. في ناحية تانية الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خد مجموعة إلى حد ما قد تكاد تكون معقولة بس مش سهلة، لكن بيراميدز خد مجموعة في المتوسط منه، ممكن يقدر يصعد منها بسهولة، وخصوصا ان بيراميدز بيقدم مستويات كويسه. فبعد اذنك يعني انا هرجوك وهقول لك بعد اذنك انك تخبط اللايك وتخبط الاشتراك، ويلا بينا نخش نشوف كل مجموعه حصل فيها ايه. والنهارده هنتكلم على كل مجاميع الكونفدراليه ومجاميع دوري ابطال افريقيا. بما انك داخل عندي فاحنا لازم هنبدا بالزمالك، فخلينا نبدا بمجموعات الكونفدراليه وناخد مجموعه الزمالك الاول. والمصري كالعاده في الكونفدراليه انت هتروح مجموعه انا هاجي معاك، مش هسيبك ابدا عشان تبقى مجموعه الزمالك في الكونفدراليه كالتالي: الزمالك معاه المصري، معاه كايزر تشيفز، معاه زيسكو يونايتد. على فكره مجموعه مش سهله خالص، خصوصا لما تعرف ان المصري هو طبعا فريق قوي جدا وفريق رخم جدا في الدوري المصري، لما تعرف ان كايزر تشيفز هو فريق صعب من جنوب افريقيا، ويعني لنا مع جنوب افريقيا باع كبير في الخسائر والهزائم، اخرها في ستيلنبوش السنه اللي فاتت، وزيسكو يونايتد اللي بيشارك دايما في دوري الابطال وكان رخم جدا علينا. زيسكو يونايتد من الفرق الرزله جدا، تفتكر الزمالك ممكن يصعد فيها؟ سهل جدا ان الزمالك يصعد فيها، خصوصا ان هو اقوى فريق وهو اكتر فريق مرشح ان هو ممكن يصعد من المجموعه دي. بس هيبقى فيه صعوبات، هيبقى فيه صعوبات، بس خلينا نتكلم على كل الكلام اللي ممكن يخص الزمالك في نهايه الحلقه وناخد بقيه المجاميع. المجموعه الاولى في الكونفدراليه واللي وقع فيها اتحاد العاصمه وديجوليبيا واولمبيك اسفي وسان بيدرو، مجموعه قد تكاد تكون حلوه بالنسبه للفريقين العربيين اللي موجودين فيها، اتحاد العاصمه واولمبيك اسفي، لكن برضو لا تخلو من المفاجآت اللي ممكن تحصل من فرق احنا ما نسمعش عنها كتير. بالنسبه بقى للمجموعه الثانيه واللي فيها الوداد فكان حظه رحيم خالص. الوداد واخد منيما يونيون، واخد عزام يونايتد، واخد نيروبي يونايتد، ويعني الفرق كلها يعني في الطيب منه. والوداد على ما اظن ان هو اول مجموعه بالراحه وهو المنافس الاول للزمالك في هذه البطوله الحزينه اللي لازم نخلص منها، يعني احنا لازم نخلص منها ونوصل دوري ابطال باي شكل من الاشكال. المجموعه الثالثه واللي جت متوازنه وهي ما بين شباب بلوزداد وستيلنبوش واوتوهو وسنجادا بلاك ستارز، ده يعني مجموعه لحد ما نعرفش فيها الا شباب بلوزداد وستيلنبوش. وستيلنبوش يعني فريق رخم جدا وعمل معانا فكره وحشه قوي السنه اللي فاتت، وشباب بلوزداد غني عن التعريف يعني من الفرق الرزله جدا، فعلى ما اظن برضو ان تقريبا شباب بلوزداد هيقدر يصعد بسهوله من المجموعه دي. بتتفرج على المجموعات هتبقى عارف ان الكونفدراليه بدات تقوى حبتين، بدات تبقى بطوله عليها القيمه شويه. يعني انت عندك اتحاد العاصمه فريق قوي، عندك الوداد فريق قوي رخم، عندك شباب بلوزداد فريق رخم، عندك اولمبيك اسفي ممكن يبقى فريق رخم، عندك المصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد، الثلاثه اللي موجودين مع الزمالك كلهم فرق رزله جدا. فلك ان تتخيل بقى البطوله السنه دي يبقى شكلها عامله ازاي. ممكن تبقى بطوله رخمه جدا وممكن بطوله تبقى صعبه جدا على الزمالك الموسم ده، لكن اتمنى ان الزمالك يقدر ان هو يعمل حاجه كويسه، خصوصا بقى ان احنا معانا التاريخ ومعانا فريق الى حد ما كويس، وعلى من غير المدرب اللي موجود دلوقتي اللي هو عبد الرؤوف، ان شاء الله الزمالك يعني يقدر يعمل حاجه في البطوله دي، ويقدر الزمالك في قادم المناسبات ان هو يقدر يعمل حاجه في الكونفدراليه وناخد البطوله اللي غابت عننا السنه اللي فاتت. بالنسبه لمجموعتنا الصعبه الرخمه اللي احنا موجودين فيها، فاحب اقول لك ان احنا مفيش قدامنا حاجه غير ان احنا يعني نلعب برجوله، يعني نلعب رجاله قصاد المصري وقصاد كايزر تشيفز وقصاد زيسكو. المصري بنقدر نكسبه عادي يعني، والسنه اللي فاتت اتشلوحنا منه في الدوري بس كسبناه في الكونفدراليه. السنه دي اتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه، وانت يعني كل اللي انت محتاج انك تلمه من 12 13 14 بونت في السكه دي، فانت لو خسرت لك ماتش وتعادلت لك ماتش اللي هم بره ما بين زيسكو وكايزر تشيفز وخط المصري رايح جاي ان شاء الله، فيقدر الزمالك ان هو يعدي. فالزمالك ان شاء الله يكون طريقه سهل وسالك ويكون مركز ومزاجه حلو ويقدر يطلع من المجموعات ويصعد للي بعدها. دوري ابطال افريقيا والدنيا هناك ما كانتش احسن حاجه بالنسبه للاهلي، لكن كانت معقوله بالنسبه لبيراميدز، فخلينا ناخد المجموعات مجموعه مجموعه. مع مجموعه الاهلي واللي الاهلي وقع فيها مع يانج افريكانز، الجيش الملكي، شبيبه القبائل. يانج افريكانز فريق الاهلي بيقدر يكسبه، لكن الجيش الملكي وشبيبه القبائل فرق رخمه جدا من المغرب ومن الجزائر، واكيد الماتش هناك على ملعبهم هيبقى ماتش رخم جدا بالنسبه للاهلي. فالاهلي محتاج ان هو يركز جدا في دوري ابطال افريقيا السنه دي بحيث ان هو يقدر يصعد من المجموعه اللي شبه كده، لانها مجموعه تريكي جدا، ممكن الاهلي يقدر يصعد منها بسهوله، وممكن نفضل نشوف الاهلي زي السنين اللي فاتت بيترخم عليه ويصعد
يصعد في اخر ماتش خالص بالعافيه، وهو رايح يا يكسب يصعد يا اما يتعادل يخرج يا اما يخسر يحصل معاه كارثه. فبالتالي الاهلي المجموعه بتاعته ما كانتش سهله خالص، ممكن ان هي ترخم عليه جدا. المجموعه اللي بعد كده هو مجموعه بيراميدز، وبيراميدز وقع مع نهضه بركان وريفرز يونايتد وباور ديناموز، ومجموعه يمكن تكون معقوله لان معهوش غير نهضه بركان هو اللي فريق رخم. شفنا نهضه بركان كتير، شفناه في الدوري المغربي وشفناه في الكونفدراليه مع الزمالك. السنه دي بقى يعني نهضه بركان بيرخم على كل الفرق في دوري ابطال افريقيا، وهنشوف الاداء بتاعه شكله عامل ازاي. وبيراميدز السنه اللي فاتت جاي هو واخد دوري ابطال افريقيا، فالسنه دي احنا مش بنعامل بيراميدز على انه فريق ناشئ داخل دوري ابطال افريقيا، لا يا باشا، ده البطل السابق بتاع دوري ابطال افريقيا. فبيراميدز عنده كل الكريدت ان هو يقدر يصعد من المجموعه دي بسهوله. المجموعه الثالثه وهي مجموعه سان داونز، واللي سان داونز وقع فيها مع الهلال ومولوديه الجزائر وسانت إلوا لوبوبو. يعني هي مجموعه يعني رخمه حبتين لسان داونز، يعني ان هو مع الهلال ومع مولوديه الجزائر فريقين عربيين رخمه. لكن الهلال الفريق السوداني طبعا كل تعاطفنا مع اهلنا مع السودان يعني، لكن الهلال اكيد الدوري هناك متاثر، اكيد في مشاكل موجوده في الهلال كتيره، فيمكن المنافس الوحيد لسان داونز في المجموعه دي هو مولوديه الجزائر، وفريقين هيبقوا رخمه جدا في المجموعه دي. المجموعه الرابعه والترجي ساب كل الفرق العربيه وراح واخد معاه سيمبا، بترو اتلتيكو، استاد مالي، فرق كلها الترجي بيقدر يلعب قصادها. فمتهيألي الترجي مش هيواجه صعوبه كبيره قوي في ان هو يصعد من المجموعه دي، خصوصا انه بيقدر يلعب مع الفرق دي. صحيح سيمبا وبترو اتلتيكو واستاد مالي فرق بتقدر تلعب في افريقيا بشكل كويس وفرق متمرسه في البطوله وموجوده في البطوله من زمان، لكن الترجي قادر على انه يصعد من المجموعه دي وبسهوله كمان. كده خلصنا مجموعات دوري ابطال افريقيا ومجموعات الكونفدراليه. كل التوفيق للزمالك وكل التوفيق للاهلي وبيراميدز والمصري، واتمنى ان مجموعه الكونفدراليه اللي يصعد منها الزمالك والمصري. كده تكون الحلقه خلصت، واتمنى ان انت تكون عملت الاشتراك وعملت اللايك، وكان معاك شافعي، والسلام عليكم.